بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير وصحه وسعاده. يا رب وحشتوني كتير كتير من الفيديو اللي فات. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، ونخش على الفيديو بتاعنا اللي هو ايه؟ اللي هو المحشي. المحشي اللي هو لا غنى عنه في كل بيت، وخصوصا في الايام اللي احنا فيها دي محتاجة محشي. كل بيت في الايام دي والسقعة دي والبرد ده محتاج المحشي ده. نسمي بسم الله ونكمل الفيديو مع بعض كده واطلعوا من الفيديو. هو سهل وبسيط خالص، يعني يوم عادي خالص زي اي يوم في اي بيت. هنعمل ايه؟ هنعمل محشي. كان عندي كرنباية في التلاجة بقالها كذا يوم كده، فقلت اطلعها بقى. لقيت الجو برد وهوا وسقعة، حيرة كل يوم في الاكل. طلعت الكرنبايه وسلقتها زي ما انتم شايفين كده قبل ما ابدا معاكم تصوير. بصراحه ما كنتش ناويه ان انا اصوره، بس في نفس الوقت قلت انا بقالي كتير ما صورتش معاكم اي حاجه خالص، ولا محشي ولا غيره، فتشجيعا كده يعني. مش علام ولا حاجه، لا، عشان لو حد كسلان، حد نفسه في المحشي وكسلان يعمله، يقوم يشجع ويقوم يعمله. ما بياخدش اي حاجه خالص، سهل وبسيط. سلقنا الكرنبايه وفي نفس الوقت ايه، على العين التانية كنت بقلي، وعمل التسبيكة ما تتسبك كنت قطعت الورق. المحشي بيحب البصل كتير، والبصل بيكون يعني يا مدوبك يدبل بس مش يتحمر تحمير كامل. عايزه اقول لكم المحشي ده احنا عملناه، يعني انا عاملاه امبارح. المحشي ده عاملاه امبارح في شقتي، وصبحت النهارده اللي هو النهارده الاثنين. اللهم صل على النبي. عملته النهارده تاني بس مش عندي بقى، عملنا هناك عند والدتي. هما ما كانوش عاملين، بس انا يعني ايه كنت هناك بظروفها. هما ايه قرروا ان هما يعملوا محشي ويلا نعمل سوا. طب انا عامله امبارح. الجو برد بصراحه وسقعه وعايزه اقول لكم المحشي اللي انا عملته ده اللي هو قدامكم ده بألف هنا وشفا. يعني الكرنبيه ما كانتش كبيره قوي، ونص كيلو رز بألف هنا وشفا، ما باتش منه صابع واحد. فاحنا عادي يعني بالنسبه لنا المحشي ده لو كلناه كل يوم في الساعه دي عادي، مش هنزهق منه يعني. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. لو لسه محطيش لايك يا ريت تحطي لايك فضلا وليس امرا. ولو انت جديده ولسه اول مره تدخلي عندي وتزوريني، اهلا وسهلا بيكي، وجودك على راسي من فوق. اتمنى يا ريت تشتركي في قناتي وتفعلي زر الجرس وتدعميني كده وتشجعيني، تكتبي لي تعليق حلو ودعوه حلوه من قلبك. كل اللي يدخل عندي يا ريت تكتبوا بدل تعليق 2 و3، وتقولوا لي ايه رايكم في الفيديو، ايه رأيكم في المحتوى بتاعي او في قناتي كلها على بعضها كده. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يعني امبارح كان محشي والنهارده كان محشي. الحمد لله، نحمدك يا رب ونشكر فضلك على نعمتك. هو بصراحة بيبقى اسهل من يعني خفيف في الاكل عن الطبيخ. هنا شوحنا بقى الرز، غسلته وصفيته زي ما شفتوا كده وشوحته. بحط هنا التوابل على البارد، فلفل اسمر وكمون وكزبره، التلاتة دول على بعض، وادي شطه حمرا والثوم بنحطه على البارد، والخضره برضو الخضره دي بتتحط اخر حاجه خالص. وهنا كنت بعلق بقى ايه، الطبق اللي انتوا شايفينه ده هو اللي انا سلقت فيه الكرنبايه، صبنته ورحت معلقه فيه الطبق السلس. هو زي الحله كده بالظبط. بصراحه بحب اعلق فيه، يعني لما اكون هسلق كرنب، اسوي فراخ او لحمه او اي حاجه، سهل في غسيله وحلو في تسوية الحاجة يعني. وهنا بقى قشرت راس توم حلوة كده، وعليها قرن شطة خضرا من اللي هي الحامية الحراقة،
وحبة ملح ودقيتهم في الهون عادي. وبنقلب بقى الخلطة بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده، سهل وبسيط خالص. الخلطة دي كلها كده على البارد. والناحية التانية علقت برضو للفراخ. الفراخ الله يرحمها بقى، يعوض ربنا على الفراخ. ماشي، ربنا يجيب له الصحة يا رب ويرزقه ويزيده. هنا الفراخ راحت في داير. الفراخ امبارح كانت ب75، النهاردة ب82 جنيه. عايزة اقول لكم الفراخ دي يعني كل فين وفين كده، بس يلا الحمد لله. دي دعوة كده حد غالي وعزيز عليا، ربنا يرزقه ويزيده كمان وكمان، ويصلح له حاله ويهديه ويحفظه ويرزقه من وسع يا رب، اللهم امين. كان بيديني حاجة ربنا يوسع رزقه يا رب ويزيده كمان وكمان اللي في بالي، ويهديه يا رب. هنا بقى الخضرة بنخرطها معاكم برضو اهيت اول باول. حطيتوا لايك ولا ما حطوش لايك؟ وقولي ايه اخبار الفراخ عندكم زي عندنا؟ بس هو السعر واحد يعني في كل مكان الاسعار كلها واحدة. يعني عايزة اقول لكم مسافة الليل بس كده 7 جنيه زيادة في الكيلو. ربنا يتولانا بقى على الايام اللي جايه يا رب. بس كده خرطنا بقى الخضره وعلقت على الفراخ، سقطتها زي ما شفتوا كده، وكنت نقعها في ميه بملح بليمون. مسكتها شطفتها، هي جايه متنضفه ومفتوحه كمان ونضيفه وحلوه، بس برضو لازم الواحد يعيد عليها، وعشان ريحه الزفاره بنقعها في ميه بملح بليمون. عبال ما اخلص الخلطه بتاعت المحشي وسلق الكرنب وتقطيع الورق وكده بتكون قاعد شويه، واجي بقى ايه اول ما اجي ابدا ان انا هلف زي ما انتوا شايفين كده والف المحشي واحشيه، بروح معلقه عليها عبال المحشي تكون هي ايه غليت وعملت شوربه واستوت. اروح زايده المحشي على طول. هنا انا كنت بحشي الدقيقه الصغيره ديت، قلت عشان كنا مستعجلين يعني وجعانين، فقلت احشيها هي الاول دغري دغري على السريع كده، مش هتاخد مني وقت، واروح زايداها ومعلقه عليه، والباقي اللي يتفضل هعمله برضو ايه في دقيقه تانية كمان عشان انجز في الوقت يعني. ده الورق انا مش مقطعه كده تقطيع اللي هو على قد الصابع، لا انا قطعت يعني تقطيع عادي خالص، عشان كنت اقعد اقطع كده على قد الصابع كان هياخد من، كنت عايزه وقت يعني. لو الوقت بدري، لو انا مثلا بادئه بدري ولا حاجه، لكن انا بادئه امتى؟ بادئه بعد العصر. الكلام ده كان امبارح مش النهارده. هنا خلصت الدقيقه ديت، قعدت على الارض كملت بقيه المحشي حشيته يعني، وانا قاعده اول صابعين حشيتهم معاكم وانا واقفه بس على البوتاجاز. لقيت نفسي ان انا مش هقدر اكمل وانا واقفه، لان انا من طلعة النهار وانا واقفه مش على قد المحشي بس، مواعين وبوتاجاز وهدوم. فانتوا عارفين ان شغل البيت مش بيخلص، مش على قد الاكل والشرب بس. ربنا يعيننا ويقوينا جميعا يا رب. هنا بقى كنت بزيد المحشي وعلق عليها واغطي عليها واسيبها تستوي عبال ما الف بقيه المحشي. عبال ما الف بقيه المحشي اللي فاضل تكون هي استوت، اروح محمره ومفرغه زي ما انتم شايفين كده،
وده كده الشكل النهائي. رحت كبه الحله كلها على الصينيه اللي شايفينها دي صينيه شاي. قلت احطها لهم بحالها كده عشان مستعجلين وجعانين. وحمرت لهم الفراخ زي ما انتم شايفين. وده كان العشاء بتاعنا امبارح مش النهارده. وده كان الفيديو بتاع النهارده، ويا رب يكون عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا منه. فيديو بسيط خالص وسهل، تشجيع بس مش اكتر، مش علام. استنظروني بقى ان شاء الله في فيديو جديد على خير. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.